هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. انا مورو ودي قناتي. بليز اعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا زر الجرس ودوسوا لايك كمان على الفيديو ده. ويلا بينا نبتدي فيديو النهارده. وصفة النهارده هي العكاوي. بجد طعمها حلو قوي. احلى حتة لحمة في الذبيحة. اعملوها بالطريقة دي هتحبوها اكتر واكتر. هنا معايا حلة فيها معلقة سمنة، وهنزل بالعكاوي تاخد تشويحة تغير لونها بس قبل ما نسلقها. تمام. هفضل اقلب فيها كده لحد ما تغير لونها. بصوا العكاوي نضيفة جدا، انا جايباها غسلتها كويس جدا جدا جدا، وحطيت لها ملح وسبتها شوية وغسلتها. تمام، بتنزل كل اللي فيها. هنا هقلبها. شايفين غيرت لونها ازاي؟ انا عايزاها تغير لونها كده. قبل ما احط المية عشان تتسلق هضيف 3 فصوص مستكة. المستكة بتدي طعم حلو قوي قوي للحوم. تمام. و3 فصوص حبهان. 3 فصوص مستكة و3 فصوص حبهان. وهكب المية واسيبها تتسلق. بتتسلق حوالي ساعة ونص. تمام. هحط لها نص معلقة فلفل اسود. مش هحط ملح دلوقتي عشان اللحمة تستوي كويس. بس دلوقتي هسيبها تتسلق. تمام. في حلة تاني هجيب معلقة سمنة، بصلاية مبشورة، طماطم، فلفل مقطع، ومعايا هنا فصين توم. تمام. يبقى بصلاية وفلفلية وطماطماية وفصين توم ومعلقة سمنة. تمام. هشوحهم كويس وهنكههم. دلوقتي هنزل بطماطم معصورة. دي طماطم معصراها وكنت حطها في الفريزر. تمام. هنزل بيها على الكلام ده كله. تمام. بعد كده ما تشوح تشويحتين هنزل بالطماطم. نزلت هنا بالطماطم، هبتدي انكها. هحط ملح وفلفل وجوز الطيب وقرفة. دي قرفة ودي جوز الطيب مبشورة و7 بهارات.
وهقلب الكلام ده كويس وهسيبها ايه بقى تتسبك مع نفسها. يبقى عندي حلتين، اللحمة بتتسلق في حلة، والحلة التاني اللي هي هحطها في الطاجن على اللحمة. بس وهسيبها تتسبك. اللحمة معايا اتسلقت تمام، هجيب طاجن فيه معلقة صغيرة سمنة. تمام. وهنزل باللحمة بعد ما اتسلقت، هحطها في الطاجن بالمنظر ده، وهنزل بالكلام اللي انا الحلو ده اللي انا كنت ايه بسبكه دلوقتي، الطماطم مع البصل مع الفلفل مع الثوم، كل ده هنزل عليه باللحمة في الطاجن. الوصفة دي ينفع معاها قوي قوي بطاطس، اللي حابب يحط بطاطس يحطها في الطاجن، مفيش اي مشاكل. بس انا كنت عاملة طبيخ تاني فمش عايزة بطاطس. معايا هنا دي الطماطم بعد ما اتسبكت. تمام. هسويها كده وهدخلها الفرن، بتقعد في الفرن حوالي نص ساعة، تاخد وش كده وتتشمع كده وتبقى تمام. هي سخنة نار عشان كده بتطلع بخور، مش عارفة اصور كويس. دلوقتي طلعت من الفرن، بصوا بقى الجمال معايا، لسه بتبقبق اهو. تحفة جدا بجد، جميلة قوي. اعملوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا، واشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.